السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الخبيزة، خبيزة الزمن الجميل. أنا بعمل الخبيزة بتاعتي بالرز. كل واحد وليه طريقة، في بيعملوها بالفريك، كل واحد وليه طريقة. تعالى أقولك على طريقتي وإزاي كمان تطبخيها وتخزنيها. على فكرة مش أي حد يعرف الخبيزة غير الناس القديمة شوية. تعالى أقولك أنا جايبة كيلو خبيزة، وجايبة كمان حزمة سلق واحدة على الكيلو، وجايبة حزمة كزبرة خضراء، وعودين شبت، بالظبط عودين زي ما انتوا شايفين شبه الزهرة. بقرطف اللي هي فوق ديت، وبغسلها كويس جدا لغاية لما المية معاكي تبقى صافية، لان هي من جوه مغوطة كده شوية فبيبقى فيها طين، فلازم تتغسل كويس جدا. وقرطفت كمان حزمة السلق والكزبرة الخضراء، باخد الورق بس ما باخدش العيدان، وباخد برضو من الشبت الورق بس ما باخدش العيدان. معايا سمنة بلدي على زبدة، معايا معلقتين رز بس، معايا شوربة دسمة جدا، معايا مية عشان هسلق فيها الخبيزة، معايا كزبرة خضراء، توم، بشرة طماطماية صغيرة، ومعايا كمان كزبرة خضراء. في بيحطوا كربوناتو، انا ما بحطش كربوناتو، انا بدل الكربوناتو بحط معلقة سكر، عامليها معاملة الملوخية بالظبط. هحط السلق على الكزبرة الخضراء، وحدتين الشبت، هقلبهم كويس جدا علشان هبتدي اسلقهم. في ناس بتخرطها بالمخرطة، في ناس كمان بتسلقها في نفس الشوربة. لا، انا بحط كوباية مية واحدة بس على الكيلو، وهي بتساوي نفسها، بتقعد حوالي نص ساعة على النار علشان تستوي. خدوا بالكم ان هي ورق فهتنزل كمان مية، فهسيبها لغاية لما تدبل مع كوباية المية دي، النص ساعة دي مع كوباية المية دي، لان بعد ما المية بتغلي بوطي عليها خالص، وبتاخد سواها براحتها لغاية لما الورقة تتهري معايا خالص وتدوب تماما. هي ابتدت دلوقتي تدبل معايا. في ناس بيخرطوها زي ما هي خضرة، كل واحد وليه طريقة. في كمان ناس بدل ما بيحطوا كوباية المية بيسلقوا الخبيزة في الشوربة، يعني منها فيها. لا، جربي المية، لان المية بتتبخر معايا، وبسيب الخبيزة تستوي براحتها خالص، والشوربة مع الرز برضو بتستوي براحتها خالص. وخدي بالك اوعي تغطيها علشان ما تسودش معاكي. الخبيزة وهي بتتسلق كده ما بتتغطاش، بتسيبيها كده من غير غطا. هبتدي اعمل طشة الشوربة، بحط معلقة سمنة صغيرة عليها حتة زبدة، وابتدي انزل بمعلقة توم، يعني قولي فص توم واحد بس يدي نفس بس كده مع السمنة، معلقة صغيرة برضو. وبنزل ببشر طماطماية، اصغر طماطماية عندك ابشريها. انا عندي هنا الشوربه متطعمه بالملح والفلفل الاسود طبعا، واخده كل بهاراتها، فانا مش محتاجه ان انا احط ملح لو هتاخدوا بالكم. انا الشوربه عندي متملحه وكله تمام. هبتدي انزل بعد كده بالشوربه بتاعتي، انا محيقاها وفيها كل حاجه، فمش محتاجه ان انا احط ملح او فلفل اسود او اي حاجه. نزلت بالشوربة على طشة الطماطم والثوم، ما بتاخدش حاجة، هي يا دوبك تسخن الطماطماية مع الثوم، وببتدي انزل بالشوربة بتاعتي. هحط على كوبايتين الشوربة اللي انا حطاهم دول، هحط معلقتين رز بس، ما كتريش في الرز علشان الرز ما يبقاش كتير في الحلة. انا هعمل الخبيزة على قد الشوربة بتاعتي. شلت الرز يستوي الناحية التانية في الشوربة، والخبيزة سايباها بتستوي معايا، وزي ما قايلالك وطي عليها خالص علشان تستوي براحتها. هحط معلقة سكر صغيرة بدل البيكنج صودا، ده افضل واحسن بكتير من البيكنج صودا بصراحة. جربي معلقة السكر، وانا قلتلك عامليها معاملة الملوخية، لسه فيها مية، فهسيبها برضو تستوي لغاية لما الورقة تدوب معايا خالص، وما يبقاش في الحلة نقطة مية، يعني عينك عليها هي والرز. دي موطية عليها، والرز برضو موطية عليه علشان يستوي معايا كويس. هتبتدي المية تتبخر معايا، وزي ما انتوا شايفين مفيش مية خلاص. فهبتدي اضربها يا في الخلاط يا في الهاند بلندر. في ناس بيعملوها بالمفراك، هم عارفين يعني ايه المفراك، من زمان وهي بتتعمل اصلا بالمفراك، او في خلاط تتضرب بيه، او الهاند بلندر، او قلتلك اضربيها كمان في الكاتش في الكبة اللي عندك اعملي بيه. انا ضربتها بالهاند بلندر، يا دوبك ضربتين خفاف خالص، ما تكتريش في ضربها علشان هي بتكون خشنة شوية مش زي الملوخية دايبة ومهرية. خلاص ضربت معايا الخبيزة، وخلاص الرز بتاعي استوى في الشوربة الدسمة الحلوة، وهنزل بالخبيزة معلقة معلقة واشوف التقل اللي انا عايزاه ومحتاجاه. يعني مش هنزل بالكيلو كله، وقلتلك على قد الشوربة هعمل الخبيزة بتاعتي. انا عايزة هنا سمكها وسط،
يعني لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، لانها لما بتبات ده ان باتت يعني بتتقل شوية كمان. هبتدي اوصل للتقل اللي انا عايزاه، وخلاص كده انا اكتفيت. وهبتدي اعمل طشة الخبيزة. طشة الخبيزة يا جماعة في ناس بتعمل بالبصلة، انا هنا بعملها بالثوم، وهوريكي انا بعملها ازاي، وهتطلع معاكي احلى طشة. بوريكي هي لونها اخضر ازاي وحلوة قوي. هبتدي احطها على العين التانية واوطي عليها علشان تاخد معايا كام غلوة، بس ايدي فيها برضو ما بسيبهاش. وزي ما قلتلك انا هبتدي اعمل الطشة بتاعتي، انا بعملها بالثوم. في ناس بيعملوها بالبصلة، كل واحد وليه طريقة. انا بعملها بالثوم والكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء. بصراحة بتدي تيست عالي قوي وطعمها غير. نزلت بمعلقة السمنة الحلوة، وكمان هزود كمان قطعتين من الزبدة، ونزلت بمعلقة توم حلوة هتحمر معايا كده بس شوية. وبعدين انزل بالكزبره الناشفه والكزبره الخضراء. في ناس ما بتحطش توم خالص وبتعملها طشه بصله بس. جربي طشه التوم ديت بالكزبره الخضراء والكزبره الناشفه. كمان في ناس مش بيحطوا كزبره ناشفه، لا بيحطوا على طول الكزبره الخضراء. الاتنين مع بعض بيدوا تيست عالي زي ما قلتلك. انا حسيت ان هي محتاجه شويه زبده، فحطيت قطعتين كده من الزبده. وبعد كده هبتدي اعمل احلى طشه خبيزه، واحلى خبيزه هتاكليها بطريقه زمان وطعم زمان. ومش قادره اقولك بصراحه طعمها حلو جدا، ومش اي حد بيحبها. في ناس كمان ما تعرفهاش على فكره، في ناس بتعمل الطشه ديت اساسا بالليه، وفي كمان بيعملوها باللحمه الضاني. كل واحد وليه طريقه. جربي طشه التوم دي، اطعم واحلى من البصله، لان الشوربه طبعا بيبقى فيها بصله، فالشوربه واخده من طعم البصله. فجربي طشه التومه وقوليلي. كمان اللي فاض مني حطيته في كيس وهخزنه عادي في الفريزر، وبطلعه برضو على شوربة واحط عليه برضو الرز، وهعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها ديت. لو بتحبيها هاتيها وخزنيها. وعايزه اقولك طعمها خطير خالص ونفسها حلو قوي. يا ريت اللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنوني فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.